النتيجة ديال هذا تحرير أسعار المحروقات هي أن الشركات غير في فترة قصيرة راكمت أكثر من 17 مليار درهم، أي 1700 مليار سنتيم كأرباح غير مشروعة. وهو الشيء اللي خلى دريس القراوي الرئيس ديال مجلس المنافسة يدير تقرير على هذه الأرباح الغير مشروعة، ويبين أن المستهلك المغربي خلص أموال زايدة بزاف على هامش الربح اللي مسموح به قانونيا. هذا التقرير غير وصل للملك محمد السادس في مارس 2021، وهو يعفيه ويجيب في بلاصتو أحمد رحو. في الأخر الشهر اللي فات نوفمبر 2023 قرر مجلس المنافسة تغريم 9 الشركات خدامين في مجال توزيع المحروقات مليار و840 مليون درهم كتسوية تصالحية، من بعد ما تبت ليه أن هذه الشركات متورطة في ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات. إلا أن السؤال اللي خاص أي إنسان طبيعي يطرحه هو كيفاش هذه الشركات سرقات 17 مليار درهم